انتهت المسيرة بمدينة تمارا. أشرف جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الدعم الغذائي للمعوزين، والذين يتجاوز عددهم 2,360,000 موزعين على 83 عمالة وإقليم أكثرهم من الوسط القروي. المساعدة اللي تتعاوننا تخفف عنا شويه العبء، وحنا راه ناس دراوش تنسكنوا غير في البرارك، ما بحالناش، كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش، كاين اللي عنده الدراري كثار، كاين اللي خدامين ليه، كاين اللي ما خدامينش، وسيدنا تيعاوننا بهذه المناسبه تنشكروه بزاف. الله ينصر سيدنا، كيعطينا كل عام الحمد لله الصراحه. كل رمضان كناخذوا الحمد لله، ديما كنستافدوا. الله ينصر سيدنا، الله يكثر خيره والله يخليه لينا. انتم كتشوفوا هذه القصه كمحتاجين ليها احنا. بمدينة تمارا لوحدها يقدر عدد المستفيدين ب500 شخص من أرامل ومسنين وذوي إعاقة لهم نصيبهم من قفة المواد الغذائية الأساسية هاته كالسكر والزيت والشاي والدقيق. برنامج تقديم الدعم الغذائي ما يفوق 474 ألف أسرة عبر جميع أنحاء المملكة من أهم المشاريع الإنسانية اللي كتقوم بها المؤسسة، والخاصية ديالو هو أنك تجلى فيه من خلال هذا العمل تشبث المغاربة الحقيقي بالقيم التضامن اللي هي من ميزة الهوية المغربية. تضامن وتآزر اجتماعي لطالما جسدته هذه المبادرة الملكية منذ انطلاقتها عام 98 900 وألف لتعطي مثالا يحتذى به في أهمية العمل الإنساني في النهوض بالأوضاع المحتملة.